اليوم فيما يخص مثلا اللاعب سعود عبد الحميد. اكيد اللاعب سعود عبد الحميد، النجم سعود عبد الحميد، في يمكن بعد ايضا تغيير، خلينا نقول وكيل اللاعب والتوقيع مع شركه جديده اليوم، الاخبار صارت من يمين ويسار على مساله سعود عبد الحميد. احنا مصادرنا في هذا الموضوع سعود ينتظر حسب مصادرنا حدث معين. إذا حدث هذا الموضوع وفق الظروف اللي هو ينتظرها، وكنا يمكن قلنا احنا في فترات ماضيه ترى سعود مقفل مساله العوده، لكن هذا الحدث اذا ما حدث في الايام القادمه وقريبه، وهو ما هو حدث داخلي، حدث خارجي، اذا ما حدث هذا الموضوع سعود سيفتح ملف العوده مره اخرى لدوري روشن. العروض في أكثر من عرض حسب معلوماتنا جادة جدا لسعود عبد الحميد في دوري روشن، ولكن هذا هو الموضوع اللي متوقف عند سعود وينتظره في قادم الأيام. إذا حدث وفق الظروف اللي هو يتوقعها، فبالتالي سعود سيفتح ملف العودة مرة أخرى إلى دوري روشن مع وكيله، مع العروض اللي موجودة. أكثر من نادي اليوم حسب معلوماتنا تقدم بعروض جادة لسعود عبد الحميد لكسب خدماته. أضف لها أنه سعود يفكر في هذا الاتجاه إذا ما حدث اللي احنا نقوله أيضا للمنتخب السعودي على مستوى مشاركة كأس العالم، وبالتالي سعود يبحث عن حضوره في مسألة كأس العالم وعدد الدقائق. أكيد أمر مهم. متعب تعليقك، ما معي إلا دقيقتين. شوف سعود عبد الحميد أبو خالد